بيقتلوا اخوه قصاد عينه، وبعدها بيدخل السجن لكنه بيرجع اقوى من الاول وبينتقم منهم اشد انتقام. بنبدا فيلمنا في سجن وبنشوف ان في 2 من الحراس رايحين لزنزانه سجين اسمه ديفيد، وبيبقوا خايفين منه جدا لدرجه ان هم بيطلبوا منه يطلع ايديه من فتحه من الباب علشان يحطوا له الكلبشات. وبعد كده بياخدوه لمكتب مأمور السجن، وبنعرف ان ديفيد راعب السجن كله رغم انه اول مره يتحبس، بس قدر من اول ما دخل انه يقف قصاد اي حد، واللي كان بيجي تحت ايديه مش بيرحمه. وبينصحه المأمور انه يبعد عن طريق الشر ويستقيم ويبطل يفكر في الانتقام من موت اخوه. وقبل ما يخرج ديفيد من اوضه المأمور بيدوله المأمور كارت لجمعيه خيريه بتساعد المساجين بعد خروجهم في انهم يحسنوا نفسيتهم، وبيقول له يتصل بيهم اول لما يحس ان عنده مشكله. فبياخد ديفيد الكارت، واول لما بيخرج من السجن بيرميه وبيجري باقصى سرعته لمكان فيه ورش تصليح عربيات، وبيروح لعربيه معينه وبيفتحها وبنشوف ان فيها مسدس وملف لواحد من الاشخاص اللي كانوا السبب في موت اخوه، وبيعلق ديفيد صورته مع اخوه في العربيه علشان تفضل قصاده طول الطريق، وبكده بيكون حط هدفه قصاد عينه. وبيجري بالعربيه بسرعه جدا وبيوصل قصاد شركه وبيعدي الطريق بتهور ولا كأن همه ان العربيات هتخبطه. وبيدخل الشركه بيدور بين الموظفين على الشخص اللي كان معاه الملف بتاعه في العربيه، ولما بيلاقي قصاده الشخص ده بيترعب جدا لكنه ما بيقدرش يتحرك لان ديفيد بيصوب عليه المسدس وبيقتله. وبيبقى كل الموظفين مرعوبين من ديفيد، وبيلاحظ ديفيد ان في كاميرا في الشركه فبيهرب بسرعه قبل ما الشرطه توصل. وبتوصل الشرطه للشركه وبيبداوا يرفعوا البصمات ويحققوا. وفي الناحيه التانيه بيبقى ديفيد وصل لواحد صاحبه قدر يعرف مكان كل اللي كانوا السبب في موت اخوه، وبنعرف من كلامه ان هو اللي ساب العربيه وكل اللي كان فيها لديفيد في مكان قريب من السجن مقابل مبلغ كبير. وكمان بيبقى محضر له ملف فيه كل المعلومات عن الاشخاص اللي كانوا السبب في موت اخوه، لكنه بيغير الاتفاق وبيقول لديفيد انه محتاج مبلغ اكبر لان الاسعار زادت. فبيغضب ديفيد جدا وبيقرب منه بيقول له ان المبلغ كده هيقل مش هيزيد. فبيبقى صاحبه عامل حسابه وبيخلي الحارس بتاعه يظهر ويهدد ديفيد، لكنه لما بيقرب من ديفيد بيلاقي وشم على دراعه فيه عدد المساجين اللي قتلهم في السجن، فبيترعب وبيطلع يجري بسرعه. وصاحبه كمان بيخاف وبيديله الملف والفلوس من غير ولا كلمه. فبياخد ديفيد الملف وبيمشي وبيركب عربيته وبيفتح الملف علشان يعرف مين بالظبط اللي هينتقم منهم دول. وفي نفس الوقت بتبقى الشرطيه ساره والشرطي كاب فرغوا الكاميرات وشافوا ديفيد وهو بيقتل الرجل. وبتقول الشرطيه ساره ان الراجل ده كان يعرف ديفيد لانه اول لما شافه اتصدم، وده معناه ان كان في مشكله كبيره بينهم. ومن الناحيه التانيه بنشوف جيمس واللي بيكون قاتل مأجور خطير جدا، وبيتصل بيه عميل وبيبلغه بعمليه قتل جديده لواحد اسمه ديفيد. ولما بيبعت له صورته بنعرف ان هو ديفيد بطل فيلمنا، وبيبقى باين ان هتدور حرب قويه جدا بين جيمس وديفيد. وبيجهز ديفيد اسلحته الحديثه وبيخرج بعربيته وهو عنده امل يخلص عليه بسرعه قبل ما يقتل حد تاني. ومن الناحيه التانيه بنشوف الشرطي كاب بيكلم الشرطيه ساره وبيعرف منها انها جابت كل المعلومات اللي محتاجينها عن ديفيد، وبتبدا تحكي له وتقول له ان ديفيد كان في السجن من ايام قليله وما استناش اول لما خرج قتل موظف الشركه، وانه قبل ما يدخل السجن كان بيشتغل مع اخوه في سرقه البنوك. وبيبقى ديفيد هو اللي بيسوق العربيه، وفي اخر سرقه كانت عربيات الشرطه بتلاحقهم، لكن بيقدر ديفيد انه يهرب منهم بسبب مهارته العاليه في السواقه. بيروح البيت وهم مبسوطين لكنهم بيتفاجئوا بمجموعه مجرمين مسلحين بيهددوهم بالقتل مقابل الفلوس. وبيفضل اخو ديفيد يحاول يتفاوض معاهم لكنهم بيسحبوا المسدسات تجاههم، وبيبقى في واحد بيصور كل اللي بيحصل بكاميرا. وبيخاف ديفيد على اخوه جدا فبيقرر انه يقول لهم على مكان الفلوس علشان يسيبوهم يعيشوا، لكن المجرمين بيغدروا بيهم وبيتبعوا اخو ديفيد وكمان بيضربوا ديفيد برصاصه في راسه. وبعد ما بيتنقلوا للمستشفى بتحصل معجزه وبيقولوا الدكاتره ان الرصاصه دخلت في راس ديفيد وخرجت من بقه من غير ما تصيب اي جهاز من اجهزه الجسم، وده خلاه ينجى من الموت. وبعد كده بيحط له الدكتور شريحه معدن في راسه علشان يقدر يعيش بشكل طبيعي. وبعدها بيدخل ديفيد السجن بتهمه سرقه البنك، وبيقدر رغم اصابته انه يقف قصاد كل المساجين لوحده من غير ما ينضم لاي جماعات في السجن. وبنستنتج ان ديفيد دلوقتي بيخطط ازاي ينتقم من اللي قتله اخوه. ومن الناحيه التانيه بيبقى ديفيد وصل للشخص التاني اللي تسبب في موت اخوه، وبيبقى راجل كبير في السن، لكن ديفيد ما بيفرقش معاه وبيصوب عليه المسدس وبيقتله. وبعد ما بيخرج ديفيد من عند الراجل بيتفاجئ ان جيمس بيصوب عليه المسدس، وفجأة بتظهر
بتظهر بنت صغيره قصاده، فبيقدر ديفيد انه ينقذها وبيصوب مسدسه على جيمس وبيتبادلوا اطلاق النار، وبيتصدم جيمس من قوه ديفيد. كمان ديفيد بيقدر يهرب منه، ولما بتوصل الشرطه بيعرفوا ان ديفيد هو اللي قتل الراجل، وكمان بيعرفوا ان كان في شخص بيطارد ديفيد ويتبادلوا اطلاق النار، وبيبقى الشرطي كاب حاسس ان القضيه بتوسع منهم. وهنا بيوصل ديفيد للملهى الليلي اللي بيشتغل فيه الشخص الثالث، وبيلاقيه دخل الحمام فبيدخل وراه، ولما بيشوف ديفيد بيعرف ان هتقوم عركه قويه، فبيطلب من العامل انه يخرج بره الحمام، وبيقفل ديفيد الباب وبيطلع سلاحه. كمان الراجل الثالث بيطلع سلاحه وبيستعد، رغم انه ضخم جدا الا ان ديفيد قدر يضربه كذا طعنه قضت عليه. وفي انفاسه الاخيره بيطلب من ديفيد انه يكلم ابنه ويقول له انه خذله ومش عاوز لما يكبر يبقى زيه، وبيبقى عاوزه يبقى احسن منه. وفعلا بيلبي ديفيد رغبته وبيتصل بابن الراجل وهو بيبكي. وتاني يوم بيعرف الشرطي كاب ان الراجل اللي حاول ديفيد يقتله ما ماتش، وانه لسه في المستشفى بين الحياه والموت. فبيبلغ الشرطيه ساره انه هيروح للراجل المستشفى، فبتقول له يروح مع القوات لكنه بيرفض وبيروح لوحده. وفي نفس الوقت بيبقى ديفيد في عربيته وبيسمع اخبار عن الراجل اللي قتله امبارح، وبيتصدم انه لسه عايش، فبيقرر انه يروح المستشفى يخلص عليه. وبيدخل اوضه العمليات على الراجل وقصاد الدكاتره والممرضين، بيصوب عليه المسدس وبيقتله بكذا رصاصه ورا بعض وسط ذهول الدكاتره والممرضين، واللي بيبقوا واقفين مكانهم مش بيتحركوا. وبيسمع الشرطي كاب صوت ضرب النار، فبيعرف ان ديفيد جاي يكمل انتقامه، فبيجري على ديفيد وبيفضل يطارده، وبيطلع كل واحد فيهم مسدسه وبيضربوا على بعض نار، وبيصوب ديفيد على الشرطي كاب وبيبقى هيقتله، فبيستخبى كاب ورا الحيطه. ولما بيطلع بيتفاجئ ان ديفيد واقف قصاده ومصوب عليه المسدس، فبيترعب كاب وبيرمي مسدسه وبيركع على الارض وبيغمض عينيه. ولما بيفتح عينيه ما بيلاقيش ديفيد قصاده، وبيلاقي ان ديفيد ركب عربيته وسابه ومشي. وهنا بيعرف كاب ان ديفيد مش عاوز يقتل اي حد غير اللي قتلوا اخوه، وبيجري ديفيد بسرعه بعربيته علشان يكمل انتقامه. لكن بيتفاجئ ان جيمس بيجري وراه باقصى سرعته بالعربيه، لكن بيقدر ديفيد يقف قصاده من غير خوف بالعربيه وبيصوب عليه المسدس، لكنه ما بيرضاش يقتله وبيضرب الرصاصه في كاوتش العربيه. لكن جيمس من غير رحمه بيضربه برصاصه في رقبته، ولحسن حظ ديفيد بتكون رصاصه سطحيه، وبيقدر يهرب بسرعه بعربيته قبل ما جيمس يضربه تاني. وبيوصل ديفيد لبيت ست كبيره في السن وبيصوب عليها المسدس وبيسالها عن جوزها اللي هو الشخص الرابع اللي اتسبب في موت اخوه. تصدمه بتقول له ان جوزها مات من 3 سنين، فبيتضايق جدا لانه كان عاوز يموته بنفسه. وبتصحى الست وبتساعده وبتخيط الجرح اللي في رقبته مكان الرصاصه، وبتساله عن سبب مجيه وعن سؤاله عن جوزها، فبيقول لها انه كان جاي علشان يقتله لانه هو اللي قال للعصابه اللي قتلت اخوه على مكانهم. وهنا بنعرف ان الست اللي واقفه قصاد ديفيد دي تبقى امه، والراجل اللي كان جاي علشان يقتله يبقى ابوه. وبتقول لامه ان ابوهم مستحيل يكون كشف سرهم للعصابه لانه كان بيحبهم. وبيبقى ديفيد شاكك في ابوه لانه قبل العمليه استشار ابوه في تفاصيل العمليه لانه كان حرامي بنوك ماهر جدا. فبتاكد لامه ان ابوه مستحيل يكون عمل كده، لان بعد موت اخوه وبعد ما هو دخل السجن ابوهم كان حزين جدا لانه فقد ولاده الاثنين، وكمان مرض بعدها مرض شديد ومات. وبعد كده بيقرر ديفيد انه يروح لاخر شخص في الملف اللي معاه علشان يعرف مين اللي بلغ عليه، وعرف العصابه اللي قتلت اخوه بتفاصيل الحادثه. وفي طريقه للشخص الاخير بيسمع الواعظ بيقول للناس اللي بتفكر في الانتقام انها توقف لانه هيدمر حياتهم ومش هيفيدهم باي حاجه، وان هم المفروض ينسوا الانتقام ويبداوا حياتهم من اول وجديد ويعفوا عن اللي ظلمهم. وبيتاثر ديفيد جدا بكلامه وبيحس بالندم، لكنه بيقرر يكمل اللي بدأه ويعرف السبب في اللي حصل لاخوه. ومن الناحيه الثانيه بيبقى الشرطي كاب وصل لاسم الشرطه، وبيبقى كل زمايله فرحانين بيه لانه قدر يوصل لديفيد، وبيبقوا فاكرين ان ديفيد هرب علشان كان خايف من الشرطي كاب، لكنهم ما يعرفوش ان هو اللي استسلم قصاده وركع كمان، وديفيد هو اللي مشي علشان مش عاوز يقتله. وبتيجي الشرطيه ساره علشان طبعا تمدح في شجاعته، وبتقول له انها قدرت توصل لكل الاسماء اللي كانوا في ملف ديفيد، وعرفت كمان مين الشخص الاخير اللي عليه الدور. وبنعرف انه يبقى الواعظ اللي ديفيد كان بيسمع له في راديو العربيه. وبيوصل ديفيد لخيمه الواعظ وبيشوف الواعظ وهو بيتكلم مع الناس عن
عن أهمية الرجوع للدين واتباع الكتاب المقدس، لأن هو اللي بيرشد الناس للصواب. وأول لما بيشوف ديفيد قصاده بيتصدم وبيطلب من الناس إن هم يغنوا بصوت عالي، وبيروح يتكلم مع ديفيد وبيقول له إنه كان متأكد إنه جاي يقتله، وبيدخل بيه الأوضة علشان الناس اللي في الكنيسة، وبيقول له إنه مش قادر يسامح نفسه من بعد موت أخوه. ولما بتدخل مرات الواعظ تسأله لو في مشكلة معاه، فبيقول لها إن ديفيد صديق قديم ليه، وبيطلب منها تخرج هي وابنهم وتروح البيت وهو هيرجع بالليل إن شاء الله. وبيعرف ديفيد إن الواعظ متبني الطفل ده، وكمان متبني 4 أطفال تانيين من ولاد الشوارع علشان يحميهم من الظروف اللي هو عاشها زمان، وكمان علشان يكفر عن ذنوبه اللي عملها. وبيحكي لديفيد إنه كان مع العصابة اللي قتلت أخوه، لكنه ما كانش عاوز يقتل حد، وأول لما شافهم قتل أخوه اترعب وانهار من الموقف، وإنه كان بيسرق بس لكن عمره ما قتل حد، وما كانش بيعرف إن هم هيغدروا بيه هو وأخوه. وبعد ما خد نصيبه من الفلوس كان بيحلم بكوابيس دايما، لدرجة إنه ما كانش بينام، وفضل يشرب بيها خمور لغاية لما حياته اتدمرت ودخل السجن 3 سنين. ومن بعدها حياته اتغيرت وخرج من السجن شخص تاني خالص، ورجع للدين وبدأ يكفر عن كل ذنوبه، وبيوعظ الناس للطريق الصواب وإنه يوقفوا انتقام. وبيطلب من ديفيد ينسى فكرة الانتقام ويعيش حياة طبيعية ويحاول يكفر عن ذنوبه، لكن ديفيد بيبقى الانتقام عميق ومش قادر يغفر ولا يسامح لأي حد اشترك في موت أخوه، وبيبقى مصمم يقتل الواعظ، وبيقول له لو ربنا سامحه هو مستحيل يسامحه، وبيطلع مسدسه علشان يقتله. لكن بيفضل الواعظ يحاول يهديه ويقول له يفتح قلبه للإيمان ويتغير ويسامحه على موت أخوه، علشان حتى لو قتله يبقى ذنوبه كفر عنها. ورغم إن ديفيد بيتأثر إلا إنه بيرفض يسامحه، وبيركع الواعظ على الأرض وبيمسك الإنجيل وبيفضل يدعي ربنا إنه يغفر لديفيد ويسامحه على كل الذنوب اللي ارتكبها، وبيقول لديفيد إنه مسامحه ورغم إنه عاوز يقتله. تنزل دموع ديفيد وبيتأثر جدا وبيضرب رصاصة في الهواء، وبيقع الواعظ على الأرض وبيفتكر إنه اتصاب، لكنه بيتفاجئ إن ديفيد سامح في موت أخوه وقرر يوقف انتقام. وبيطلب من الواعظ إنه يرجع لحياته وولاده ويكمل وعظ في الناس وما يبعدش عن طريق الدين أبدا. وبيرجع ديفيد لخيمة الواعظ وبيمسك صورته مع أخوه وبيفتكر كل الكوارث اللي حصلت من ساعة سرقة البنك، وبيتفاجئ إن جيمس وراه ومصوب عليه المسدس، وبيسأله ليه ما قتلتش الواعظ رغم إنه شارك في قتل أخوه. فبيقول له ديفيد إن الواعظ تاب وندم على اللي عمله فقرر إنه يسامحه. وفي نفس الوقت بيبقى الشرطي كاب وصل لخيمة الواعظ، وبيكلم الشرطية سارة وبيقول لها إنه وصل لخيمة الواعظ وديفيد موجود جوه، وإنه خلاص هيخلص على ديفيد ويقفلوا القضية. ومن ناحية تانية بيبقى جيمس بيتحدى ديفيد في قتال بالمسدسات، وبيشوفوا مين فيهم اللي هيقتل التاني. فديفيد بيقول له إنه مش عاوز يدخل معاه في حرب لأنه مفيش بينهم حاجة، فبيعصب جيمس وبيفتكر إن ديفيد بيستهين بيه. فبيعرفوا جيمس إنه قاتل مأجور، والشخص اللي طلب منه إنه يخلص على ديفيد أكيد له علاقة بقتل أخوه، ومش بعيد يكون هو القائد بتاع العصابة اللي قتلت أخوه. وبيتفاجئوا هما الاتنين إن الشرطي كاب واقف قصادهم وبيصوب عليهم المسدس، وبيؤمر جيمس إنه يرمي المسدس وبيضرب هو ديفيد وبيتصدم جيمس. وبنكتشف إن كاب هو العميل اللي طلب من جيمس إنه يقتل ديفيد، لأن هو كمان كان متورط في قتل أخو ديفيد وكان فاكر إن ديفيد هيقتله، لكن جيمس بيصدمه وبيديله الورقة اللي فيها الأسماء اللي كان ديفيد كان عاوز ينتقم منهم، واسم كاب ما كانش من ضمنهم. وبيخرجوا من الخيمة وبيتصل كاب بمراته وهو فرحان وبيقول لها إنه خلاص قدر يخلص من الشخص اللي كان عاوز يقتله، وبكده تكون القضية خلصت. لكن بيتفاجئ برصاصة بتتصوب عليه، وبنشوف إن ديفيد رصاصة كاب جت في الشريحة المعدنية المتركبة في راس ديفيد، وبيفضل ديفيد يضرب عليه كذا رصاصة، وبكده يكون انتقم من كل اللي تسببه في قتل أخوه. وبيقرر ديفيد إنه يبعد عن المدينة ويعيش في سلام بعيد عن المشاكل. كده بيكون خلص فيلمنا. سلام.